ففتح عينه لقى نفسه في حظيرة الراعي، وكان لابس لبس لون اسود. وبص كده يمين وشمال، لقى في زاوية الحظيرة بنت شكلها وحش قوي، لابسة فستان اسود وشعرها واصل للأرض، وماسكة سكينة في ايديها وبتقوله بصوت مخيف: قبل ما نبدأ الحلقة، صلى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في سرك أو في التعليقات. المهم إن أنت تصلي على سيدنا محمد. قصة النهاردة قصة حقيقية حصلت فعلا مع أصحاب القصة. متنساش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل مع ياسر وصحابه. تبتدي الأحداث قصتنا مع شاب اسمه ياسر، شاب طيب جدا محبوب من أصحابه وعيلته. ياسر كان بيعشق السفر، يحب السفر جدا، وفي يوم قرر إن هو يقضي إجازته بتاعة الصيف في بريطانيا، وفعلا سافر بريطانيا. والإجازة خلصت ورجع ياسر السعودية، أصل هو سعودي. فأصحابه هنا كانوا مستنيينه في المطار، وهم في الطريق وبدأوا يتكلموا عن ذكرياته. لكن فجأة طارق صاحب ياسر قال له: ايه رأيكم يا شباب نحكي قصص رعب؟ فهنا فعلا الكل اتحمس، واتفقوا انهم يتجمعوا الساعة 11 بالليل في بيت ياسر ويقضوا السهرة معاه. الساعة جت 11 بالليل، الأنوار كانت هادية، الجو كان ساكت، وبدأوا يحكوا القصص لحد ما الدور جه على ياسر. فهنا ياسر بصلهم وقال لهم: أنا النهاردة مش هحكي لكم قصة، النهاردة هحكي لكم حاجة حصلت بجد. فهنا الكل سكت، وبدأ ياسر يتكلم. القصة دي حصلت في قرية قريبة من الرياض اسمها الورود. طبعا زمان وقت انتشار الطاعون، كان في راجل على قده ابنه تاه واختفى فجأة، واتصل بالشرطة، والشرطة بحثت عن الطفل وملقوش، ملهوش أي أثر. والقرية هنا بدأت تتشقلب حالها، والأب بدأ يتهم الناس اللي في القرية، والغموض زاد في القرية لحد ما اختفت الحقيقة. طارق رد على ياسر بيقول له: طب ايه رأيكم يا شباب نروح نشوف المكان ده بنفسنا؟ فكلهم بصوا كده لبعض، قالوا: لا يا عم، مش عايزين نروح. بس هنا الفضول كان أقوى منهم، وتاني يوم راحوا القرية. والطريق كان عبارة عن بيوت قديمة، طريق متكسر مفهوش ولا مخلوق. الصمت كان غريب جدا. فنزلوا من العربية ومشوا على رجليهم، وهنا شافوا راجل عجوز واقف قدام بيت مهجور، وقال لهم: انتوا بتدوروا على ايه هنا؟ فقالوا له: احنا بندور على بيت الراعي سالم. فالعجوز بص لهم كده وقال لهم: مفيش حد في القرية اسمه سالم. فسكت كده شوية الراجل، بص لهم كده نظرات غريبة، وقال لهم: انتوا تعرفوا سالم منين وازاي اصلا؟ ده محدش اتكلم عنه من سنين. فياسر قال له: احنا ما نعرفوش، بس احنا عايزين نروح بيته. فقام الراجل قال كلمة كده محدش سمعها غير ياسر، خد بعضه ومشي. وكملوا طريقهم ولقوا شاب وسألوا على البيت، وفعلا وداهم لحد البيت، فشكروه وسابوه وكملوا طريقهم. بس هنا ياسر ما كانش مع الشباب اصلا، دماغه ما كانتش موجودة معاهم. هو كان كله تفكيره على
كلمة العجوز اللي قالها قبل ما يخش، وهي كانت ربنا ينعلكم انتم والراعي سالم. ياسر طول الطريق كان بيفكر في كلمة الراجل ده، ليه بيقول الكلمة دي؟ طب هو الراجل ليه علاقة بموت سالم؟ طب هو يعرف حاجة احنا مش عارفينها؟ طبعا قاعد يفكر لحد ما وصلوا لبيت سالم. هو كان بيت زي أي بيت في القرية، بيت قديم مهجور، بس الزيادة عنه إنه هو جنبيه حظيرة صغيرة، بس كانت غريبة شوية، سورها أسود والباب بتاعها لونه أبيض. فطارق قال لهم ايه رأيكم نخش الحظيرة دي ونشوف فيها ايه؟ فياسر قال له يا ابني الحظيرة ديت اللي لقوا فيها سالم مقتول. فطارق قال له ما هو ده اللي انا مخليني عايز اخش الحظيرة، ايه رأيك يا حسن صاحبهم التالت؟ فحسن قال له يلا نخش نشوف. وطبعا ياسر قعد يتحايل عليهم عشان ما يخشوش الحظيرة، بس هم أصروا، وطارق وحسن دخلوا الحظيرة، وبعد دقايق طلعوا منها بيجروا. فطارق بينهج وحسن بينهج، بس مرة واحدة طارق ساب حسن ودخل تاني الحظيرة. فحسن راح لياسر وقال له طارق كان معايا ورجع تاني الحظيرة، ده مجنون، ده انا ما كنتش قادر اقف جوه من الريحة، ريحة وحشة قوي. فياسر قال له ما هو ده طبعا لازم تكون ريحتها وحشة، مش كانت حظيرة فيها بيتربى فيها مواشي وكمان مهجورة. بس ياسر هنا ما قدرش يكمل، كان مصدوم لما حسن قال له لأ يا ياسر، هي ما كانتش ريحة مواشي، دي ريحة دم. فهنا ياسر بدأ يخاف، قال له دم ايه؟ ده بيت مهجور بقاله سنين يا ابني، ريحة دم ايه؟ فهنا ياسر قرر ان هو يخش الحظيرة منه يشوف طارق ويشوف ريحة الدم دي. وفعلا ياسر دخل الحظيرة، بس راح لقى طارق ماسك حاجة في ايده. فقال له انت مجنون يا ابني، انت ازاي واقف في الريحة دي؟ فرد عليه وقال له اصبر يا ياسر، الحظيرة دي فيها حاجة غريبة. قال له ايه يعني اللي هيكون غريب في حظيرة مقفولة بقالها سنين؟ فطارق قال له انا اول ما دخلت الحظيرة ديت انا حسيت ببرد جامد، مع ان احنا في الصيف، ولقيت قلادة بتاعت شرطة مرمية في الارض. فهنا ياسر قال له طب خلاص سيب كل حاجة، احنا بس لازم نمشي قبل ما الليل يجي، لو جت الساعة 12 مش هنشوف الطريق. وفعلا ياسر وطارق طلعوا من الحظيرة، بس لقوا حسن طالع من بيت الراعي ويقول لهم الحقوا يا شباب، انا لقيت حاجات للطفل ابن الراعي اللي اختفى. فهنا ياسر قال لهم يا جماعة ابوس ايديكم انا عايزين نمشي قبل ما الليل يجي، مش هنعرف نطلع من المكان ده. وفعلا خدوا بعضهم ورجعوا للعربية، بس هنا كلهم ما كانوش طبيعيين، كان الأفكار شغلة دماغهم جدا، اللي هم مستغربين في حاجة مش مظبوطة في البيت ده. والأغرب إن إزاي لقوا حاجات لابن الراعي وللراعي مع إن البيت مهجور بقاله سنين. المهم في الآخر وصلوا كل واحد فيهم لبيته، وطارق وصل لبيته وهنا كان تعبان جدا وداخل ينام، بس هو نايم حس بحد كده بيهمس جنب ودانه.
بيقوله فطارق صحي كده، كانت عينه مش مفتوحة قوي، يعني ما بين النوم والصحيان. فطارق لقى نفسه في مكان هو عارفه، شافه قبل كده. ففتح عينه، لقى نفسه في حظيرة الراعي، وكان لابس لبس لونه اسود. وبص كده يمين وشمال، لقى في زاوية الحظيرة بنت شكلها وحش قوي، لابسة فستان اسود وشعرها واصل للأرض، وماسكة سكينة في ايديها، وبتقوله بصوت مخيف: فهنا طارق رد عليها وهو مرعوب: انت مين؟ وجيتي هنا ازاي؟ وانا جيت هنا ازاي؟ فالبنت ضحكت وقالت له: وراك يا طارق. فطارق بص وراه ولقى حسن صاحبه، وكان حسن مربوط من رجله وإيده وفاقد الوعي. والبنت قربت من طارق وادت له السكينة وبتقول له: يلا اعمل اللي قلت لك عليه. فطارق رمى السكينة من ايده وجري على صاحبه حسن يفك ايده ورجله من الحبل. فالبنت قالت له: ما تحاولش يا مسكين، مش هتعرف تعمل حاجة. ومرة واحدة زعقت له وبتقول له: انت لو ما عملتش المطلوب منك هيبقى مصيركم زي الراعي والظابط. وفجأة طارق صحي من النوم على صوت المنبه، واتأكد ان هو مجرد كابوس، الحمد لله، وصحي. بس هنا طارق لقى نفسه لابس اللبس الأسود اللي كانت لابسه في الحظيرة. فهنا طارق بدأ يخاف. فهنا قرر ان هو يتصل بحسن يطمن عليه، وفعلا رن عليه وقال له: انت كويس يا حسن؟ فحسن قال له: والنبي تعالى دلوقتي، انا في انتظارك. وفعلا طارق راح لحسن. وهنا طارق كان مستغرب جدا من منظر حسن، مكانش طبيعي. فطارق بيقوله: مالك، في ايه؟ حسن قال له: انا حلمت حلم وحش قوي، انا سمعت صوت صراخ الطفل في بيت الراعي. فطارق قال له: ممكن يكون يا ابني صوت الجيران، وانت بس تعبان من قلة النوم. فحسن قال له: البيت اللي انا فيه ده مفهوش اطفال يا طارق، انا فعلا سمعت صراخ طفل. فطارق هنا ما كانش عارف يرد. فحسن بيقول له: هو انت حصل معاك يا طارق حاجة؟ بس هو كان متردد يقول له، كان خايف، بس كانت عينه باينة عليها. فقال له: ايوه يا حسن، انا مش عارف انا حلمت ولا انا كان حقيقة، انا مش عارف، مش فاهم حاجة. قال له: حلمت بايه؟ قال له: انا شفتك انت مربوط في الحظيرة، وكان في بنت عايزاني اذبحك، بس انا رفضت. فحسن قطع كلام طارق وقال له: الحمد لله ان هو مجرد حلم. فطارق قال له: ما انا مش عارف هو حلم ولا ايه.
انا صحيت لقيت لابس اللبس اللي انا كنت موجود فيه في الحظيرة. فهنا حسن انصدم، ما كانش عارف يعملوا ايه. وهنا طارق كمل كلامه وقال لحسن: البنت دي قالت لي ان انا اخد مكان الراعي واقتلك، بس انت ايه رأيك في تفسير اللبس اللي انا كنت لابسه في الحلم وصحيت لقيتني لابسه؟ في حاجة مش مظبوطة بسبب ان احنا رحنا القرية دي. سكت، ومرة واحدة قعد يعيط وبيقول للحسن: سامحني يا حسن، انا اللي عملت كده، انا اللي خليتكم تروحوا القرية دي. فحسن قال له: مش وقته الكلام ده يا طارق، احنا لازم نروح نشوف حل. فطارق قطعه وقال له: ثواني بس، هو فين ياسر؟ ليه ما اتصلش بينا طول اليوم؟ هو اتصل بيك؟ لا والله ما اتصلش بيا. بس يا ترى ممكن يكون حصل مع حاجة زينا؟ بس الحقيقة ما ياسر ما حصلوش حاجة، كان في بيته طبيعي ومفيش أي حاجة حصلت. كان قاعد في بيته بياكل لحد ما تليفونه رن، وكان المتصل طارق. فياسر رد عليه وقال له: ازيك يا طارق، عاملين ايه؟ انتوا كويسين؟ فطارق قال له: انت فين يا ياسر؟ انت كويس انت؟ قال له: اه يا ابني، في ايه؟ كله تمام، انت مالك؟ تعالى يا ياسر عند حسن، عاوزينك انا وحسن. ماشي يا ابني، بس انتوا كويسين؟ في حاجة ولا انت بتهزر وبتعملوا فيها مقلب؟ قال له: مقلب ايه، تعالى بس. وفعلا ياسر كان قلقان جدا من المكالمة دي، وراح بيت حسن. بس هو في الطريق كان بيفكر: يا ترى هما معاهم ايه، وفي حاجة؟ وقعد يفكر لحد ما لقى نفسه قدام بيت حسن. ولما دخل لقى حسن عينه تعبانة قوي، باين عليه الإرهاق، ملامحه واضحة قوي. حتى كمان طارق ما كانش كويس، وكان أصلا طارق قاعد مش موجود. ده حتى ما لاحظش ياسر وهو داخل عليه. فياسر قال لهم: ايه اللي حصل لكم؟ في ايه؟ انتوا قلقتوني. فطارق قال له: احنا حصل لنا حاجات كتيرة بعد ما جينا من القرية دي. قولي في ايه يا طارق، مالك؟ قال له: انا حلمت حلم غريب قوي. انا حلمت. فياسر قطع وقال له: لو انت قصدك على على القلادة بتاعة الشرطة اللي انت لقيتها ديت. قال له: لأ، انا حلمت ببنت عاوزاني اموت حسن واخد مكان سالم. هنا كلهم كانوا مصدومين، بس كانوا مستغربين ان ياسر كان معاهم في الحظيرة وازاي ما حلمش بحاجة. فهنا حسن قال لهم: ثواني كده، قلادة ايه اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ فياسر قال له: انا لقيت قلادة كده اللي بيتحط على الاكتاف بتاعة الشرطة، لقيتها في الحظيرة ووريتها لياسر، صح يا ياسر؟ قال له: ايوه. وهنا تفكيرهم اتنقل لاتجاه تاني خالص. القلادة ديت موجودة ليه في الحظيرة؟ فحسن قال لهم: ايه رأيكم نبلغ الشرطة؟ فطارق قال له هو وياسر: محدش هيصدقنا، الموضوع ده بقاله كتير، ايه رأيكم احنا نروح لشيخ يقرأ قرآن علينا وعلى الحظيرة، ولو فيها لعنة هتتفك وانتوا مش هتحلموا بحاجة وحشة. فاتفقوا. فياسر اتصل بواحد اسمه هيثم وطلب منه ان هو يجي بيت حسن بسرعة، وكلهم قعدوا يستنوا هيثم يجي.
بس هما لحد ما كانوا مستنين هيثم، ياسر كان بيفكر ايه علاقة الضابط بسالم؟ طب ايه علاقة سالم بينا؟ وهل يا ترى روح سالم عايزة تقول لنا حاجة؟ او عايزة تأكد لنا ان هو موته بسبب جن؟ كل الأسئلة دي كانت في دماغ ياسر لحد ما الباب خبط وهيثم جه وقال لهم ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عملتوا ايه في رحلة امبارح؟ هل كانت طبيعية ولا لأ؟ فياسر قال له وانا ما حصليش حاجة، اللي حصل مع طارق وحسن مش انا. حصل لهم ايه يعني؟ في ايه يا شباب قولولي. فطارق رد عليه وقال له احنا عايزين بس نروح لأي شيخ، المهم نروح لشيخ. بس حسن قال له خلينا نروح للشرطة احسن. بس يرد عليه يقولوله الشرطة مش هتصدقنا يا ابني، الموضوع ده بقاله زمن، وكان اقتراح الشيخ هو الأكيد. وهيثم قال لهم سيبوا الموضوع ده عليا، أنا أعرف واحد يعرف الكلام ده وبيطلع لو حد ممسوس بالجن أو الكلام ده بيطلعه، ما تقلقوش. وبعد ما هيثم خلص قعدته مشي. فهنا حسن طلب من ياسر وطارق ان هو ما نامش بقاله كتير، ومش عارف هنام لوحدي وانا خايف. ياسر رد عليه وقال له ما تقلقش يا حسن، نام انت وانا هنفضل قاعدين مش هنسيبك. بس هنا ياسر لاحظ على طارق ان هو خايف جدا لدرجة ان هو ما كانش موجود معاهم، مش مركز معاهم. فبعدها طارق قال هو ليه هيثم متأخر علينا؟ مش هو قال اول ما يوصل بيته هيقول لنا الشيخ هيساعدنا ولا لأ؟ قال له ده ممكن لسه موصلش، ولا اقولك انا هتصل بيه. وفعلا طارق اتصل بهيثم، بس المفاجأة ان لقوا تليفون هيثم مقفول. فطارق قال له يبقى كده حصل حاجة لهيثم، ممكن يكون جراله حاجة. على الرغم ان ياسر كان مرعوب بس كان بيحاول يهدي طارق. لا لا ما تقلقش يا طارق، اكيد ما فيش حاجة، ممكن تكون شبكة او البطارية خلصت عادي، اصبر شوية بس لما يوصل البيت وان شاء الله يشحن تليفونه او يكون في شبكة ونرن عليه تاني وان شاء الله نروح للشيخ. بعد 3 ساعات فضل تليفون هيثم مقفول. وهنا طارق مكانش طبيعي وبيقول انا هروح لبيت الراعي ده لان ده كابوس، لازم نروح ونشوف فيه ايه. ياسر رد عليه قال له انت مجنون، ده احنا مصدقنا ان احنا طلعنا، والنبي ما تتسرعوش، اهدوا شوية، اهدوا نفكر. ومن مرة واحدة لقوا وهنا هنكون خلصنا الجزء الأول من قصة أم الورود. إن شاء الله بكرة بإذن الله هينزل الجزء التاني. ما تنساش تقول رأيك في التعليقات، ولو حبيتوا القصة دي قولولي. وكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. متنساش لايكك الجميل، تعليقك الأحلى، وتشترك في القناة.